إزاي تأدب الناس اللي بتقلل من احترامك وقيمتك؟ أول حاجة، تجنب الحاجات اللي كنت بتعملها عشانهم، لأن المبالغة في العطاء بتقلل من احترامك وقيمتك عندهم. تاني حاجة، ما تبقاش متاح دايما، ما تبقاش متاح طول الوقت. الإنسان المتاح دايما محدش بيقدره ومحدش بيحترمه، لأن هو موجود دايما وسهل في أي وقت. تالت حاجة، ما تطلبش الاحترام. الاحترام حقيقي مش بيطلب. الاحترام مش حاجة هتطلبها منهم وهم هيدوها لك، لأن انت ساعة ما تطلبها هتفقد قيمتها وهيدوها لك بس عشان يرضوك بشكل مؤقت. رابع حاجة، ما تبقاش متوفر دايما، ما تبقاش موجود على طول. دايما حاول انك تختفي عنهم. حاول تغير الصورة اللي كانت عنك زمان، إن هم منين ما يعوزوك هيلاقوك. خامس حاجة، لو قابلت حد منهم في حياتك بعد كده لازم تحط بينه وبينك حدود، لأن رجوعهم ليك هيكون مضر جدا ليك. وخليك عارف إن رجوعك ليهم هيبقى مضر أكتر من الأول. المقال قريته في صفحة على الفيسبوك فعجبني الكلام وحبيت أقوله لكم. شكرا للي كتب الكلام، وأنا قلت بصوتي أحمد شاهين.